أهلا بيكم. النهاردة هنغوص أكتر في مصدر مهم وهو كتاب دليل صانع الأدوية الرشبية لجيمس جرين. أهلا بيك. الكتاب ده فعلا يعتبر دليل عملي شامل كده، بيوضح إزاي ممكن نحضر علاقات عشبية بسيطة في البيت. والمميز فيه إنه بيقدم الموضوع كأنه حاجة ممتعة وسهلة ومتاحة لأي حد تقريبا، مش كده؟ بالظبط. الفكرة الأساسية إنه بيرجعنا لجذورنا وتراثنا. زمان أجدادنا كانوا بيعملوا ده بشكل طبيعي جدا. هو كمان بيلمح لفكرة إن ده مش مجرد وصفات وخلاص، دي طريقة للتواصل مع الطبيعة ومع نفسنا، صح؟ أكيد. فكرة إنك تعمل حاجة بإيدك، تعتني بصحتك بنفسك، ده بيدي إحساس بالتمكين وبالاستقلالية. لفت نظري الجزء اللي استشهد فيه بمقولة إميرسون عن متعة الشغل في الجنينة بنفسك، كأن في قيمة في العمل اليدوي نفسه. تماما. في رضا كده بيجي من العملية دي، من أول ما تجمع العشبة لحد ما تجهزها. الإحساس ده ممكن يكون ليه تأثير إيجابي على النفسية والمناعة كمان. وده بنقلنا نقطة مهمة جدا في الكتاب، فهم طريقة شغل الأعشاب. هو بيحذر من فكرة الماجيك بوليتس أو الرصاصة السحرية. أيوة بالظبط. الأعشاب مش زي الدواء الكيماوي اللي بيشتغل على حاجة واحدة محددة. كل عشب ليه كذا تأثير، أو زي ما الكتاب بيسميها أفعال. أفعال؟ زي إيه مثلا؟ زي مثلا الأدابتوجينز. دي أعشاب بتساعد الجسم يتأقلم مع الضغط والإجهاد، زي الأشواجندا. أو الالترناتيفز، ودي بتساعد الجسم يرجع لصحته تدريجيا، زي إنها تنقي الدم مثلا. فهمت، يعني لازم نعرف الفعل بتاع العشبة عشان نستخدمها صح. تمام. ومثال الهندباء اللي ذكره حلو قوي. الأوراق ليها خصائص والجذور ليها خصائص تانية خالص. ده يوضح قد إيه الموضوع محتاج معرفة ودقة، وده ياخدنا لنقطة الجمع والحصاد بقى. الكتاب بيركز قوي على الأخلاقيات هنا. جدا. مهم قوي نحترم النبات والمكان. ما نجمعش من جنب طريق زحمة مثلا عشان التلوث. والأهم ما ناخدش كميات كبيرة تدمر المكان ده. ناخد على قد احتياجنا بس. والتوقيت كمان ليه دور، مش كده؟ بيقول الصبح بدري بعد الندى ما ينشف بيكون أفضل للأوراق والزهور. صح. والمعدات بسيطة، مش محتاجين حاجات معقدة. كيس قماش، جوانتي، يمكن مقص صغير. الموضوع أبسط مما نتخيل. طيب، جمعنا الأعشاب ورجعنا بيها، الخطوة اللي بعد كده إيه؟ المعالجة الفورية. ما ينفعش نسيبها تتركن كده وتفسد. أهم حاجة التجفيف الصح. التجفيف ده بقى ليه أصول. الكتاب بيأكد على التهوية الكويسة وبعيد عن الشمس المباشرة. أيوة. لحد ما تبقى العشبة هشة خالص وتتكسر بسهولة. وبيحذر تماما من الأفران والميكروويف. الحرارة العالية دي بتضيع كتير من فوائدها. وبعد ما تنشف تماما، في خطوة اسمها الجاربلينج أو الغربلة دي. مم. دي ببساطة عملية فرز وتنقية. بنشيل أي سيقان ناشفة أو أجزاء مش عايزينها، ونخلي بس الأجزاء المفيدة اللي هنستخدمها. تمام. نيجي بقى لطرق الاستخلاص نفسها. أشهر حاجة طبعا المستخلصات المائية. ممكن توضح الفرق بين النقيع والمغلي؟ ببساطة شديدة، النقيع ده زي الشاي. بنصب مياه مغلية على الأجزاء الطرية زي الأوراق والزهور، زي البابونج مثلا، ونغطيها ونسيبها شوية. والمغلي؟ المغلي ده للأجزاء الناشفة بقى، زي الجذور والبذور واللحاء. هنا بنبدأ بمياه باردة نحط فيها العشب، ونسخنهم سوا بالتدريج ونسيبهم يغلوا على نار هادية فترة أطول عشان المكونات تطلع. فهمت. الكتاب كمان بيشير لمذيبات تانية زي الكحول والجليسرين والخل. أيوة. الكحول الإيثيلي قوي جدا في الاستخلاص وبيحفظ الحاجة لمدة طويلة، وده بيستخدم لعمل الصبغات أو التينكتشرز. الجليسرين بديل كويس لو مش عايزين كحول، خصوصا للأطفال. والخل كمان ليه تاريخ طويل. بس ورا كل التفاصيل التقنية دي، بحس إن الكتاب بيوصل روح معينة للموضوع، فكرة الاتصال بالنبات. بالظبط كده. مش لازم يكون عندك جنينة. ممكن تلاقي النباتات دي في أي حتة، حتى في الشارع. مجرد إنك تلاحظها، تلمسها، تشمها، ده بيخلق علاقة. وبيشجع قوي على التجربة الشخصية وتدوين الملاحظات. جدا. بيقول إن أهم حاجة نتعلم من تجاربنا، سواء نجحت أو فشلت. الرحلة نفسها هي المهمة. وفي جزء فلسفي في الآخر كده عن رؤية خيرون للحكيم، فكرة التركيز على الصحة مش بس المرض. أيوة، دي نقطة عميقة قوي. بدل ما نركز بس على العرض وإزاي نصلحه، نركز على الصحة الطبيعية اللي جوانا وإزاي نقويها ونساعد الشخص يتصور العافية اللي هو عايزها. يعني تحويل التركيز من إصلاح المشكلة لبناء الصحة. تماماً. وده بيغير نظرتنا كلها للشفاء والعافية.
يبقى لو هنلخص رحلتنا في كتاب دليل صانع الأدوية العشبية، ممكن نقول إن تحضير علاجاتنا بنفسنا ده طريق عملي بيربطنا بالطبيعة وبالتراث وبيدينا فرصة ندعم صحتنا بشكل أعمق. ويمكن الفكرة الأخيرة اللي ممكن نسيبها للناس تفكر فيها، هل العلاج الحقيقي بس في المستخلص اللي بنشربه أو نستخدمه، ولا ممكن يكون في علاقتنا نفسها بالنبات الحي؟ مجرد إننا نقدر وجوده حوالينا، هل العلاقة دي ممكن يكون ليها قوة شفية بحد ذاتها؟ سؤال مهم فعلا ويستحق نتأمل فيه.